هو لقاء الجسر والعبور، هو لقاء الجسر، لأننا في هذا اللقاء ما بين منتخب يتواجد في القارة الأفريقية ومنتخب آخر يتواجد في القارة الآسيوية. هذا اللقاء المهم للغاية، وفي هذا الجسر ستجد التضحيات والصمود، سنتعرف جميعا على من سيكون رابع الأضلاع. مبروك للسعودية، مبروك للمنتخب المغربي، مبروك للمنتخب الأردني قبل قليل من الآن. وهنا ستأتي الانطلاقة بصافرة الكرة الأمامية. فيكتور نكحل الذي كان حاضرا في الدوري القطري عن طريق ياسين يلعب يمر ياسين، خطوره، والكرة الأولى لا زالت خطيرة، سقوط موجود، وكرة ياسين ولا زال الخطر موجود للجزائر. هذا ياسين، وهناك راية وتسلل على ياسين، لكن اشتغل، لكنه بدأ العمل الآن، بدأ عمل في عملية المراوغة بالنسبة لياسين. إبراهيم يشوف عملية المرور، يا سلام على ياسين في الجهة اليسرى، وكان رضوان، ولكن أيضا عندك ساشا في عملية إبعاد الكرة بطريقة ممتازة. هذه كرة ياسين، أول كرة الحفاظ على اللقب يا أدهم، ولذلك فستكون مباراة ليست بالسهلة. هذه كرة ياسين إبراهيمي لاعب نادي الغرافة والذي يتصدر بطولة الدوري القطري. لدينا الآن كل الأسماء الأطوال الموجودة. فيكتور نكحل الرقم 6 طول قامة على القائم الثاني، جول، لكن هناك راية وتسلل. حكم اللقاء يشير بوجود راية وتسلل على سفيان بن دبكة، راية وتسلل على سفيان بن دبكة. إشارة أدهم أخذنا، سنعود للفار، سنرى القرار. ما الذي أشوف أشرف عبادة، نعم تسلل في اللقطة. وكذلك الجزائر من المنتخبات التي لعبت كل البطولات التي نظمتها. وعادوا للمرة الثانية محمد الخلف يقول بأن هدف غير شرعي. للمرة الثانية محمد الخلف المساعد الأول يقول بأنه هدف غير شرعي للمنتخب الجزائري. هذه كرة بولبين، ولكن راية وتسلل. أقول لك القرار راية وتسلل. ويبدو بأن يحيى نادر يعاني من شيء. عادل بولبينة مع انطلاقة الشوط اللقائي الثاني، وكرة ياسين، وكرة تبعد، جول يأتي الآن للمنتخب الجزائري مع الانطلاقة ومع البداية ومع الصافرة. والدقيقة الأولى عادل بولبينة يسجل أول أهدافه، محاربي الصحراء. نعم، يأتي الهدف الأول بعد تسديدة ياسين، يكمل المشوار ويسجل بهكذا طريقة. هو من بدأ الكرة، حول الكرة، سدد ياسين وأكمل الكرة في مرمى حمد المقبالي. هكذا يأتي ويبدأ الشوط للغاية. عادل بولبينة في مرمى المنتخب الإماراتي، ركن وضعها بطريقة جميلة جدا، ومعلنا عن أول أهداف الخضر. 1-0 للجزائر. الأردن 1-0
على العراق. وهل هنا 1-0؟ لكن شعال يتدخل بكرة عرضية تغير اتجاهها وكاد المنتخب الإماراتي أن يأتي بالتعادل. كايو للأمام إلى نيكولاس خيمينيز راعي اسم ثالث بعد، في اسم ثالث أيضا بالإضافة إلى علي صالح. وكرة تلعب خطيرة، أتى التعادل. الأبيض الإماراتي لا يستسلم، لا يرمي المنديل، يأتون بالتعادل ويسجل المنتخب الإماراتي هدف التعادل. الله على اسيست كايو، خليك من برونو، دعك من برونو. انظر الآن انت إلى الأسيست. هذه كرة لم تتجاوز، وصلت إلى يحيى، لكن انظر أي جمالية على اسيست، غاية في الجمال يا عين. انظر كايو عفريت كايو يمتلك عينا خلف راسه، كايو انظر يعطيه التعليمات، ولكن يأتيه الفرح، يعطيه التعليمات ويأتيه الفرح. 1-1، متعة ما بعدها متعة في كأس العرب. الله، الكل جاي. هذه كرة الآن لعبت زكريا في الجهة اليمنى، الصدت عالية إلى رضوان وبولبينا. عادل كاد أن يضع الكرة في المرمى، لكنها اعتنت وذهبت وتحولت إلى ركلة مرمى. محاولة شوف راسية طول قامة 1.90 متر تقريبا بالنسبة لرضوان بركان، لكن كرة عادل إلى خارج أرضية الملعب. عفريت وكايو لوكوس يتلاعب والكرة إلى ركنية. الكرات الثابتة عند الدقيقة 97 ياسين إبراهيمي على تنفيذ الكرة الثابتة. تلعب الكرة مقوسة عالية خطيرة، وحمد المقبالي، وحمد بكل ثبات نعم يمسك بكرة رضوان بركان لعبها بالراس وفي المكان الذي يتواجد من خلاله حمد المقبالي. كرة الآن البدلاء اللي انسلوا، حتى البدلاء إبراهيمي، فرصة على كرة وهدية من عصام فايز. هذا عصام فايز. انظر إلى المشهد، معك حارس المرمى لكنه نسي بأنك تستطيع أن تمرر له، وهنا لدينا ياسين إبراهيمي يرفض الهدية الإماراتية. ياسين إبراهيمي عطوه الكرة قال له روح، وأيضا كان رضوان بركان معه، لكنه اتخذ القرار الغير